And it goes a little something like وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم رابط قوي والانستا في صندوق الوصف، وما تنسوش تدعمونا بميزه التشكرات تحت الفيديو. قبل ما نبدا ملخصنا، روحوا اشتركوا في قناه اسيوي في السريع، قناه متخصصه في ملخصات الافلام الاسيوي، وبيلخصوا الاسيوي التاريخي اكتر، وشغلهم جميل جدا وممتع بشكل ما يتوصفش، ومش ناقصهم غير دعمكم عشان يظهروا للمشاهدين. هسيب لكم اللينك بتاع القناه في الوصف للي حابب ياخد عليها بصه، ولو الشغل عجبكم ما تنسوش طبعا الاشتراك. ويلا بينا نبدا مسلسلنا مع بعض. الجزء التاني والاخير بيبدا لما بيجوا لسو يقولوا لها ان انت اذيتي شخص بقصد، تعالي معانا، وتتصدم سو تعيط. وبعد اليوم ده يبان تشانغ وهو بيسهر وبيشرب، والمساعد بيحاول ان هو يمنعه لكنه بيقول له ابعد عني ما تلمسنيش. وهنا يتفتح الباب وتدخل امه وتقرب منه وتضربه بالكف، وتتضايق لين جدا وتجري عليه وتقول له اخ تشانغ عمتي لا ما تعمليش كده. فتقول امه ان انت واخده بعد كل اللي عملته سو فينا لكنك لسه بتحبها. فتقول لها فين يا عمتي، ما تضربهوش تاني لو سمحت، هو اكيد سو اللي وصلته لهنا، انا فاهمه ده كويس. وتقرب منه وتقول له اخ تشانغ سو اذت الجده وكمان جين، ازاي عاوز تقلل عقوبتها او تسامحها؟ فيقول تشانغ انا اسف يا امي واسف يا جدتي، انا السبب في كل ده. فتقول له امه ان هي كانت عاوزه تتخلص من جدتك وكانت هتاخد 3 سنين على الاقل، لكنك عاوز تقلل عقوبتها. وابوك جاي بكره هشرح له اللي حصل ده ازاي، ان ابنه علشان امراه بتخونه وصل نفسه للحاله دي، تفتكر ان هي تستحق ده؟ فيقول لك كفايه يا ماما. وتاني يوم في الشركه ينزل تشانغ والمساعد ويكون باين عليه المرض، ويشوفوا 2 من الشغل ويقولوا ان هو استقال من منصبه. فيقول التاني لا طبعا ده الابن الوحيد للعيله. فيقول له اعتقد ان هو عمل حاجه غلط عشان كده طردوه من الشركه. وبيقولوا ان هو تعب جدا النهارده بعد الطرد. فيقول لهم تشانغ انتوا الاتنين صوتكم عالي على فكره، انا سامعكم انتوا الاتنين بتقولوا ايه. فيطلعوا الاتنين يجروا، ويمشي تشانغ والمساعد ويركبوا العربيه، ويقول له المساعد سيدي انت كويس اخدك المستشفى؟ فيقول له لا انا كويس مش هيحصل لي حاجه اكيد. فيقول له خلاص اخدك البيت؟ فيقول له لا خدني على المطار، مش هاخد اي حاجه معايا تاني، وانت مش هتتبعني تاني. فيقول له رئيس انا عارف ان اللي حصل صعب بس مفيش داعي انك تسافر. فيقول له امشي وانت ساكت. ويقول له حاضر يا سيدي ويمشي. ويقعد تشنغ ويفتكر جين وهي بتقول له اخي يلا الفيلم قرب يبدا. فيقول لها ايه رايك ناخد سو معانا؟ فتقول له ايه ازاي وبعدين مفيش تذكره زياده؟ فيقول لها انا اشتريت تذكره زياده. فتتصدم وتقول له تشانغ هو انت بتحب سو؟ فيسكت تشانغ ويفوق هنا وهو متضايق ويقول خلي الحاجه اللي انا اخدتها من المكتب معاك، انا مش محتاجها لان شكلي مش هرجع هنا مره تانية. وفي البيت تكون امه عماله بتعيط لانه مسافر، وتقول لها لين عمتي هو هيسافر فتره مش كبيره وهيرجع تاني ما تقلقيش. فتقول امه ان ده كل خطأ الخدامه سو، اتحكم عليها بسنه واحده بس وده قليل جدا بالنسبه للي هي عملته فينا. فتقول لها عمتي ما تقلقيش انا عندي طرق كتير عشان اتخلص منها وهي هناك. وتقول في سرها ان انا لو اتخلصت من سو كل الحقيقه هتختفي معاها للابد ومحدش هيعرف انا عملت ايه. وتفتكر ان هي قابلت جين يوم وفاتها وسالتها جين انت عاوزه تقابليني ليه؟ فتقول لها لين ان انا عاوزه اساعدك في العثور على اخوك الحقيقي. فتقول لها ان تشانغ بيعاملني على اني اخته الصغيره وانا مرتاحه كده. فتقول لها بس ده مش كويس، انا سمعت انه بدا يتقرب من سو وبكره ينسكي ويسيبك لانك مش اخته الحقيقيه، وسمعت ان هو عاوزك تستقيلي من الشركه كمان. فتقول لها بجد؟ فتقول لها ايوه اتصلي وتاكدي بنفسك بس الاشاره هنا مش كويسه، روحي هناك. وتزقها وتقول لها يلا يلا، وتبص عليها بنظره شريره وتوطي وتحط زيت في الارض وتفرح وتقول محدش منكم هيقدر يسرق تشانغ مني. ونفهم هنا ان لين كانت هي السبب في وفاه جين وان هي اللي جهزت كل حاجه. وفي الوقت دوت في المستشفى توصل سو ويقولوا حالة عاجلة، وتروح الممرضة لوينغ وتقول له دكتورة حالة عاجلة. فيقول لها جاية من فين؟ فتقول له من سجن النساء اتعرضت لحادثة هناك. فيقول لها اسمها ايه؟ فتقول له اسمها سو. فيقول لها ايه سويون؟ ويطلع يجري وتبان سو في اوضتها وينغ قاعد جنبها وماسك ايديها ويقول لها سو انا معاكي اصحي ارجوكي. وتبص عليه ويقول لها ما تخافيش انا معاكي والطفل كمان معاكي. فتستغرب سو فيقول لها ان انا قلت لك ان انا هساعدك تحتفظي بيه، كنت انا الدكتور اللي شخصتك اليوم ده لتشينغ وقلت له ان هو ما عادش موجود عشان يبعد عنك. فتقول له ابني لسه موجود؟ فيقول لها ولحد ما تولدي انا هساعدك. فتقول له وينغ انت لطيف قوي معايا كده ليه؟
فيقول لها علشان ويفتكر وهو صغير، وبيطلب من فرد الامن ان هو يسمح له يدخل المكان، ويقول له ان انا بدور على ابي لان امي تعبانه جدا. فيقول له الامن ان دي شركه عيله غنيه جدا وان دي شركه عيله لينغ ومش مسموح تدخل هنا. فيقول له ارجوك سيبنا ادخل. فيمسك الولد، فتيجي سو تقول له عمي مش مسموح تعمل كده. فيقول لها انسه سو ادخلي والعبي مع الانسه جين. فتقول له انا جاي عشان العب معاها، وتشغل فرد الامن وتقعد تكلمه. ويدخل وونغ، وبعد شويه ياخد باله الامن وتفرح سو ويقول هنا وونغ انك انقذتي حياه امي. فتقول له انا ليه مش فاكره ده. فيقول لها ان احنا كنا صغيرين. فتقول له انا مش عارفه اسد اللي انت بتعمله معايا ازاي. فيقول لها ما تفكريش كتير، ارتاحي كويس دلوقتي. ويقول في سره تشانغ انت خليت سو بائسه وكل اللي فيها دلوقتي بسببك، فعلشان كده ما تلومنيش على اللي هعمله فيك ابدا. ويبان تشانغ في موقع البناء مع العمال ويقول لهم شكرا على شغلكم، ويقول لهم ان لسه في شغل في الحته اللي هناك ديت، ويقولوا له تمام ويمشوا. ويجي له المساعد ويقول له رئيس تشانغ. فيقول له انت ايه اللي جابك هنا وازاي عرفت مكاني تاني. فيقول له ان انا جاي ارجعك. فيقول له انت بتقول ايه. فيقول له ان الانسه سو خرجت امبارح من السجن. فيقول له وانا مالي. فيقول له صح، الانسه سو بالنسبه للديون اللي كانت عليها اول ما تخرج، انا بتكلم دلوقتي عن والدها، كان مدين بدين كبير ودلوقتي رجع الدين مره تانية. فيتضايق تشينغ ويقول له عليه كام. فيقول له عليه 200,000 وان هو وخرجت سو النهارده من السجن واكيد مش معاها فلوس. فيقول له دي حياتها وهي ما تخصنيش في حاجه. فيقول له بس مش هتغير رأيك صح. فيقول له انا راجع، بس هرجع علشان جدتي وحشتني مش اكتر، رتب لي ميعاد زياره. ويفتكر تشانغ هنا سو وهي بتقول له انا مهما قلت لك انت ما بتصدقنيش، وانا متاكده ان انت اللي عملت كده في امي عشان وقفت علاجها. ويفتكر لما كانت بتتحايل عليه عشان تحتفظ بابنهم، ويفتكر ان هو كان بيعملها بقسوه، ويقول انا هرجع معاك دلوقتي يلا بينا. ويفرح المساعد جدا، ويبان ان ابو سو هو قاعد في البيت وبيقول اي تنظيم. فتقول له سو بابا كفايه كده، توقف عن اللعب وخلينا نقضي وقت كويس سوا. فيقول لها ما تتدخليش في حياتي، وبعدين انا لسه بفكر ازاي نرجع زوجك الغني لينا مره تانية. فتقول له بابا انت بتقول ايه، انسى موضوع تشانغ ده مره تانية. فيقول لها وايه الصعب في ان ده انتوا لسه ما اتطلقتوش حتى. فتقول له بابا ده بعتني السجن وكنت بتحايل عليه علشان يعالج امي. فيقول لها انت برضه غلطتي فيه واتخانقتي معاه كتير وهو ملوش ذنب في موت امك العجوزه. فتقول له بقول لك مرة تانية أنا لا يمكن أرجع لتشانغ ده مرة تانية. فيقول لها ماشي براحتك، أنا مش مهتم طالما هتساعديني في خلال 3 أيام أجمع 200,000، أنا مش هجبرك على حاجة. فتقول له وأنا أجمع 200,000 في 3 أيام إزاي. ويبان هنا رجالة الدين طالعين على السلم، وسو بتضحك عليه باستهزاء ويخبط المدين ويقول فهمت. فتقول له احنا بنعيد نفس اللي حصل مرة تانية يا ابي صح. فيقول لها ما تقلقيش انا هستخبى وانتي قولي له ان انا مش هنا. ويدخل وهم بره يقولوا فينغ احنا عارفين انك جوه، ويؤمر رئيسهم بفتح الباب ويفتحوه يدخلوا فعلا. ويقولوا فينغ انت فين، وتقول لهم سو ان هو مش هنا. فيقول وهيرجع امتى. فتقول له ما اعرفش. فيقول لرجالته ادخلوا دوروا عليه جوه في كل حته. وتخاف سو جدا ويقول لها ما تخافيش يا انسه انا لطيف جدا مع البنات. وفجاه رجالته تطلع بفينغ وتتصدم سو وتخاف، ويمسكوا الراجل ويقول له انت شجاع جدا بتستخبى مني. فيقول له لا انا ما كنتش بستخبى منك ابدا انا كنت في الحمام. فيضربه. فتقول له ما تضربش ابي. فيلف ويمسكها ويقول لها يا حرام صعبان عليكي، يبقى تسددي لنا الفلوس اللي هو مدين ليا بيها. فيقول ابوها صح هي معاها فلوس. فتخاف سو وتقول حاضر بس لازم تديني فرصه اجمع لك الفلوس، ما انا لازم اشتغل عشان اسدد لك. فيقول لها وانت عايزه وقت قد ايه عشان تكسبي الفلوس دي. فتقول له سنه مثلا. فيقول لها سنه، انت بتهزري معايا سنة ايه. فتقول له مش ممكن في مدة اقل من كده، وبعدين انا لسه ما عنديش شغل حتى. فيقول لها بصي اخرك معايا 3 ايام، اكتر من 3 ايام مش هتشوف ابوكي مرة تانية. فتقول له مستحيل في 3 ايام بس ان انا اجمع الدين دوت، اديني فرصة طيب. فيقول لها خلاص هتخلص منه دلوقتي يلا. فتقول له لا يا سيدي خلاص في 3 ايام اكيد هجمعهم، هقدر ان انا استلف فلوس. فيقول لها بنت فاسدة لازم تحضري كل حاجة بسرعة عشان ابوكي. فيقول لها ابوها والدتك راحت خلاص ومش فاضل غيري، مش هتنقذيني ولا ايه. فتقول له لا خلاص قعدك 3 ايام بس وهيكون كل المبلغ عندك. فيقول لها ايوه كده، ويمسكها ويقول لها اشوف جمالك مرة تانية كمان 3 ايام. ويمشوا. ويقوم ابوها ويقول لها اعمل فيكي ايه، ما كانش ينفع توافقي تدفعي بدري، لازم تسيبيني في ايديهم كل ده، يلا بسرعة اتصلي بتشغل عشان الفلوس. فتقول له
انت بتفكر ازاي؟ انت ليه كده؟ انا هدور عليه عشان اخد منه فلوس. فيقول لها طبعا، وتركعي ليه كمان وتترجيه. فتقول له انا مش عارفه اقول لك ايه، وتمشي وتسيبه. فيزعق ويقول لها ان انا كده هروح بسببك يا سو. وهي تدخل الاوضه وهي زعلانه جدا، وتقفل الباب وتقف ورا الباب وتعيط، وتسمع كلام ابوها وهو بيقول لها تترجي تشنغ عشان الفلوس، وان هي تركع وتطلب منه السماح كمان عشان تاخد الفلوس. وتعيط سو وتدخل تقعد على السرير وتقول 200,000 وتعيط. ويرن التليفون بتاعها وترد ويقول شخص انت كويسة؟ وتقول له ايوه بخير. فيقول لها انا جهزت ليكي كل حاجة فعلا، هتيجي امتى؟ فتقول له انا. فيقول لها ان شيو كل شوية بيبقى شبهك اكتر من الاول، وان هو اكيد انت وحشتيه مش عاوزة تيجي وتشوفيه. فتقول له انت بتساعدني تاخد بالك منه دلوقتي صح؟ لحد ما اجي انا ممكن اتأخر عليك شوية. فيقول لها تمام. فتقول له هو انت ممكن تبعت لي صور؟ وتقفل ويوصل لها رسالة وتفتح وتكون صور ابنها الصغير، وتعيط وتقول انا حاسة بالاسف علشانك يا ابني الصغير. وتحضن التليفون وتعيط وتقوم وتفكر ان هي ترن على كل معارفها وتطلب مساعدات، وترن على رئيسها في الشغل وتطلب سلفة. فيقول لها انك لسه شغالة جديد وما ينفعش انك تاخدي اي سلفة دلوقتي، ويقفل. وترن على صديقتها وتقول لها عاوزة استلف منك فلوس، لكنها بترفض وتقفل. وتقعد سو تمسك الفون وتبص على رقم تشانغ وتفكر ترن عليه، لكنها بتقول ان هو ممكن يكتشف ابننا شياو وان هو سافر للخارج وبعد عننا، وانا تعبت كتير هنا لوحدي ومش هقدر ارن عليه دلوقتي وابوظ كل حاجة حاولت اعملها في السنين دي. ويرن هنا فونها وترد سو وتقول مين معايا؟ فيقول لها شخص سمعت انك محتاجة فلوس بشكل عاجل من رئيسك. فتقول له ايوه صح، تقدر تسلفني 200,000؟ فيقول لها احنا مش قرايب عشان اسلفك رقم زي ده، لكن. فتقول له لكن ايه؟ فيقول لها لو جيتي فندق تين دلوقتي هديكي شغل تعمليه مقابل الفلوس. فتقول له تمام ويقفل. ويبان ان تشينغ قاعد جنبه يقول له انا عرفت اللي حصل معاك وعلشان كده انت سافرت الفترة دي كلها، لكن بعد شوية هتعرف ليه مش هتقدر تفكر انك تسافر تاني وتسيبنا. فيقول له انا ما عنديش اي فكرة انت بتتكلم عن ايه، وما عنديش فكرة ايه اللي ممكن يغير رأيي في السفر. فيقول له انا شايف ان مش علشان بنت مش كويسة قابلتك يبقى خلاص تبعد وتسافر. فيقول له ان انا سافرت عشان شغلي. فيقول له ان العرض شكله هيبدأ خلاص، ويتفتح الباب هنا وتدخل سو. ويتصدم تشانغ جدا ويقرب منه الشاب ويقول له ان هي وافقت تيجي دلوقتي على الفون عشان اديها 200,000 هتعمل لي اي حاجة انا عاوزها. ويقول لها تعالي اقعدي يلا. فتقول له واضح ان انت عندك ضيوف مش هزعجك دلوقتي وتمشي. فيقول لها استني، انت هتمشي ايه؟ مش انت عاوزة 200,000 ولا ايه؟ فتتضايق سو وتلف وترجع وتقعد وهي متضايقة جدا. ويقوم الشاب ويقعد جنبها ويحط ايده على كتفها ويقول لها ان تشانغ نصحني بشدة فيكي وبيقول انك جميلة جدا. ويكون تشانغ متعصب. فتبص له سو وتقول في سرها ان حتى بعد كل الوقت دوت لسه بتحاول انك تدوس عليا يا تشانغ. وتضحك وتقول طبعا ويلا نسهر سوا. فيضحك ويقول لها ايوه كده، وياخدوا نخب بعض. فيتعصب تشانغ ويقوم يشد ايد سو ويقول لها انت بتعملي ايه؟ انت ما بتشوفيش؟ ويقول لصاحبه هو انت مش لاقي غير دي عشان تتقرب منها؟ فيقول له ليه؟ هي مش كانت فتاتك قبل كده وهي عايزه فلوس وانا معايا، فين المشكله؟ فتقول له سو انا ايه؟ انا مالي؟ فيقول لها اطلعي بره. فيقول له الشاب انت مالكش كلمه عليها، وبعدين هي هنا عشان انا لسه واعدها اديها 200,000. ويقرب من سو ويقول لها ده مفتاح الاوضه، روحي عشان تاخدي الفلوس، بس اسمحي لي ان انا لسه ما خدتش حقي منك. فتضحك سو وتقول له طبعا ما عنديش اي مشكله، هكون هناك. وتاخد المفتاح وتسيب المشروب وتطلع. فيتعصب تشانغ جدا ويمسك صاحبه ويقول له انت شجاع جدا عشان تعمل كده، انت قلت لها ايه؟ فيقول هي اللي جات لي، انت متعصب قوي كده ليه؟ فيقول له بقول لك لو اتجرأت ولمست امرأتي مرة تانية انسى انك تشتغل في الشركة اكتر من كده، ومن دلوقتي ورايح احنا ما عندناش اصدقاء تاني. فيقوم ويقول له انا بس عاوزك تشوف بوضوح هي عاملة ازاي وانت موقف حياتك عليها. فيقول له من الافضل ليك انك تبعد عن وشي دلوقتي وما تورينيش وشك تاني. فيقول له بس هي اخدت مفتاح الاوضة وموافقة، بس لو مش عاوزني اروح لها انا اروح لها انت. فيتعصب تشانغ ويضربه ويمسكه ويقول له ابعد ابعد. فيقول له رقم الاوضه كام؟ فيقول له مش هقول لك. فيقول له بقول لك كام؟ فيقول له 303.
فياخد منه المفتاح ويزقه ويطلع ويقول له انت، ويقعد وهو متضايق ويتكلم في التليفون ويقول ده ضربني وصدق كل حاجه واخد مفتاح الاوضه وكان فرحان. فيقول ايه اللي انت تقصديه؟ انت ليه بتعملي كده؟ ليه ما قلتليش ان هو لسه بيحبك؟ ده ممكن يتخلص مني بسببك. ويقفل ويقول تشانغ لو جيت ناحيه الشركه وابي هتشوف حد تاني. وتبان سو هي قاعده في الاوضه وقلقانه وتبص تلاقيه داخل ويكون تشانغ وتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فيقول لها ايه زعلتي؟ مش دي توقعاتك صح؟ فتقول له انت بتقول ايه؟ انت عاوز مني ايه؟ فيقرب منها ويزقها على السرير ويقول لها انت سهله لدرجه انك بتتقربي من واحد مقابل 200,000؟ لو هو ده اللي انت عايزاه خلاص هديهم لك. فتقول له انت تقصد ايه؟ تقصد ان انا رخيصه صح وانت وحش؟ او اقول لك الوحش الطف منك بكتير. انت طبعا متعود تعاملني كده طول عمرك، بس انا خلاص مش سو بتاعت زمان. وتقوم وتضربه بالكف وتقول له انا ما متش في السجن زي ما انت كنت بتتمنى، تفتكر خاب املك؟ فيبتسم ويمسكها ويقول لها مستعده اديكي مليون وتقضي الليله دي معايا، ايه رايك؟ انت محظوظه عشان انا لسه مهتم بيكي، خلاف ده مش هتقدري تكسبي فلوس. فتبعد ايده وتعيط. فيقول لها مالك بتعيطي ليه؟ فتقعد. فيقول لها انت موافقه؟ قولي يلا انا عاوز اسمع منك. فتضربه. فيقول لها انت مجنونه؟ فتقول له انا مجبره عشان محتاجه فلوس، لكن انت ليه بتعاملني كده وانا كنت هلاقي حل تاني؟ ليه طلعت في طريقي مره تانية؟ فيمسكها ويقول لها اياك تنسي احنا لسه ما اتطلقناش، انت لسه زوجتي. فتقول له ابعد وامشي من هنا، انا قرفانه منك، مش عاوزه اشوفك مره تانية، هستناك بكره عند الاحوال المدنيه عشان نتطلق. ولسه هتمشي يمسكها ويقول لها استني. فتقول له ايه تاني؟ فيقول لها مش عاوزه فلوس. فتقول له هستلف من اي حد تاني. فيقول لها ولما انت قادره تاخدي من اي حد تاني كنت بتعملي ايه هنا؟ فتقول له وانت مالك؟ فيقول لها استلفي مني انا. فتقول له انا استلف منك ليه؟ فيقول لها عشان انا خايف على سمعتي تتدمر بسببك. فتقول له خلاص قلت لك خلينا نتطلق عشان اي حاجه اعملها ما تبقاش ليها علاقه بيك. فيقول لها لا، الطلاق هيأثر على اسم شركتي وعلى أسهمي الجديدة وما ينفعش الفترة دي خالص. فتقول في سرها هو مش عاوز يطلقني ليه؟ فيقول لها ان انا هسلفك انا الفلوس لكن عندي شروط. فتقول له اقضي الليلة معاك صح؟ فيقول لها خلي نيتك جميلة عن كده، انا عاوزك ترجعي البيت معايا، انا بس خايف انك تاخدي الفلوس وتهربي وتعملي حاجة تانية غلط. وبعدين موضوع الجدة لسه ما اتقفلش. فتقول له ازاي بعتني للسجن لمدة سنة وانت لسه مش راضي، عاوز تجمع باقي الادلة وتسجني تاني؟ طيب ما تتخلص مني اسهل من كده. فيقول لها ايوه، وايه رايك في عرضي دلوقتي؟ فتقول له لو موافقتش. فيقول لها سهله، مش هتشوف ابوكي تاني وهم هيتخلصوا منه قصاد عينيكي. فتقول له مش مصدقه، انت عارف كل حاجه رغم كده بتهني. فيقول لها لو ما اخدتش مني شوفي مين هيتجرأ يديكي فلوس غيري. فتقول له انت واخد. فيقول لها فكري براحتك. ويرن ابوها هنا ويقول لها حلتي موضوع الفلوس؟ دول ناويين يتخلصوا مني بجد. فتقفل وتقول له انا موافقه. ويدخل المساعد بعقده ويقول له رئيس الاتفاقيه اللي انت عاوزها اهي. فتاخدها سو تقراها وتقول ايه دي؟ اتفاقيه خادمه، انت تقصد ايه؟ فيقول لها انت السيده تشانغ قصاد الكل، لكن في البيت هتكوني مجرد خدامه تحت تصرفي. فتقول له بجد خدامه؟ بس يلا المهم انت ما تندمش وتطلع. فيقول للمساعد هي مالها غريبه كده ليه؟ فيقول له انت مش قادر تفهم. فيسكت تشانغ. فيقول ان انا لقيت حاجه جديده في القضيه بتاعت الجده. فيقول له بجد؟ فيقول له ايوه، لقيت البواب اللي اختفى فجاه، عرفت ان هو تم تحويل 100 مليون ليه في حسابه. فيقول له بجد؟ لازم تجيب لي الراجل ده فورا لان ده مش امر بسيط والمبلغ ده كبير جدا. فيقول له طبعا، بس لو سو اللي عملت كده هتبعتها تتعاقب مرة تانية. فيقول له ما اعتقدش ان سو هي اللي عملت كده، وان لو سو اللي زقت الجدة كانت هتشتري شهود وادلة بالشكل ده ازاي. فيقول له واضح انك بدأت تثق في الانسة سو مرة تانية، هو ده الحب صح؟ فيقول له لا طبعا، بس سو افقر من البواب، هتديله منين 100 مليون؟ فيقول له طبعا تقصد كده، ده شخص تاني اللي زق الجدة صح؟ ويقول في سره سو واضح ان انا ظلمتك فعلا. فيقول له المساعد ان لو ما كانتش الانسه سو يبقى والدتك او الانسه لين، لكن اللي شهدت في صالح الانسه لين كانت والدتك في وقتها. انت لسه عاوز تكمل البحث في حاجه زي كده؟ فيقول له ايوه، امشي انت دلوقتي. وبعدين يقول له استنى روح بيت سو خدها الاول. ويقول له تمام. وفي البيت سو تاخد شنطتها
وتنزل ويشوفها ابوها ويقول لها انت اخده شنطتك ليه؟ فتقول له ماشيه. انت مش شايف؟ فيقول لها والدين؟ فتقول له الدين؟ انت حتى مش بتسأل انا رايحه فين ولا هجيب لك الفلوس دي ازاي؟ فيقول لها هتجيبي منين يعني؟ فتقول له انا بعت نفسي علشانك. فيقول لها انت بتقولي ايه؟ ويمسك الشنطه ويقول لها ما تفكريش ان انا هسيبك تمشي من غير ما توضحي انت رايحه فين. فتقول له انا هشتغل خدامه عشان اسدد الدين بتاعك. فيقول لها بس اديني عنوانك عشان معانيش من نقص في الفلوس لحد ما الاقيكي مرة تانية. فتقول له ايه انت عاوز تلعب تاني يا بابا؟ دي هتكون اخر مرة سدد فيها دينك. فيضربها بالكف ويقول لها وايه فايدة ان انا كبرتك بالشكل ده؟ فتقول له وانت عملت لي ايه من وانا طفلة وانت مش وراك حاجة غير اللعب والهروب؟ ما كنتش تعرف عني انا حاجة انا وامي، ومن دلوقتي ورايح ما تسألنيش عن اي فلوس مرة تانية. فيقول لها لو مش هتديني عنوانك انا مش هسيبك تمشي من هنا. وهنا يجي ونغ ويقول ايه اللي بيحصل هنا؟ فتقول له شيو فين؟ فيقول لها ما تقلقيش انا سبتها مع حد امين. انتي عامله ايه؟ فيقول لها ابوها انا سمعت انك رجعت من الخارج اكيد معاك فلوس كتير. فيقول له لا يا عمي. فيضحك ويقول له انت مضحك جدا، انت عارف انت اتربيت على ايدي، كنت عارف انك هتبقى حاجه كبيره في المستقبل، بقيت غني دلوقتي صح؟ فتقول له سو لان هو بيسالك عشان يستلف منك ولو سلفته هيلعب تاني. فيقول لها لا خلاص انت رايحه فين دلوقتي؟ فتقول له انا حصل لي حاجه مهمه. فيقول ابوها ايوه صح عرفيني دلوقتي قبل ما تروحي في اي حته انت رايحه فين عشان لما عاوزك اجيلك. فتقول له بابا. فيقول لها زي ما بقولك. وهنا يرن الفون بتاعها ويكون اتشنغ ويقول لها اتاخرت ليه؟ هديك 10 دقايق. فتقول له 10 دقايق؟ هو انت مفكرني سونيك ولا ايه؟ كفايه كده. وتقفل وتقول له ونغ همشي دلوقتي عشان ما اتاخرش. فيقول لها انت كنت بتكلمي مين؟ تشنغ؟ هو انت لسه بتوعدي الحسالة ده؟ فيدخل هنا تشانغ ويقول له انت بتهزق مين؟ انت مين اصلا؟ فتخبيه وتقول له ان هو واحد صاحبي بلاش مشاكل. فيفتكروا تشانغ وهو في المستشفى عند سو. فيقول له اه صاحبك صح ولا حد انت ماشيه معاه؟ فيقول ابوها صهري انت اسأت الفهم، ونغ ده صاحب طفولة سو، وبعدين يا صهر انت نادر، هي سو هتلاقي زيك فين اصلا؟ فيقول جاوبيني انتي. فتقول له بلاش تتكلم كلام فاضي. فيقول لها انا ما بقولش كلام فاضي، انت مفكراني غبي؟ هو ابو الطفل اللي كان في بطنك صح؟ فيقول ونغ سو ابعدي انا لازم اعلم الحقير ده درس النهارده ما ينساهوش. فيقول اه هتعمل ايه؟ هتتظاهر انك دكتور صح وتفهمني ان الطفل مني. فيقول له اه كويس ذاكرتك كويسه لسه فاكرني واحنا مع بعض دلوقتي عاوز ايه؟ فيقول انت بتقول ايه؟ ويمسكوا يضربوا. فتقول لهم سو ابعد ابعد يا تشانغ مش هسمح لك تعمل فيه حاجه، لو عاوز تعمل حاجه تخلص مني انا. فيشدها تشانغ فتقول له بعد. فيقول لابوها صهر قول انت عاوز ايه؟ فيمسكها ويقول ان هي خدمتي وان انا اشتريتها ب1,000,000 وهتيجي معايا. فتزقه سو تبعد عنه. فتقول له ايه متضايق؟ فيقول لها انت ليه بتعامليني كده؟ فتقول له هو انت يعني اللي لطيف معايا؟ فيقول لها انت اللي طلبتي ده مني. فتقول له تشانغ انت اللي زيك ما يستحقش الحب وما يستحقش يكون عنده اطفال. فيتعصب تشانغ ويمسكها ويزقها ويزق ونغ ويضربه ويشدها وياخدها ويمشي وينزلوا الجراج سوا. وتقول له ابعد عني سيب ايدي وجعتني ابعد. فيركبها العربيه ويركب ويشدها ويقبلها. فتزقه وتقول له انت بتعمل ايه؟ فيقول لها انا جوزك واقدر اعمل اي حاجه انا عاوزها. ويشدها يقبلها تاني. فتبعده وتقول له ابعد ابعد عني انا قرفانه منك. فيقول لها انت كنت بتخونيني وانت اللي قرفانه مني. فتقول له ان الطفل منك كويس كده ارتحت راضي. فيمسكها ويقول لها انتي. فتقول له لو تقدر تتخلص مني اعمل، لو مش هتقدر ابعد عني وسيبني في حالي. فيقول لها انتي ويسوق العربية بسرعة وتصرخ سو وتقول له انت بتسوق كده ليه؟ ابطئ مش كده. ويكونوا هيدخلوا في عمود ويخاف تشانغ جدا عليها ويحضنها ويقول لها سو انت كويسة؟ اتأذيتي؟ فيكي حاجة؟ ويبص عليها ويطمن عليها. وتقول سو في سرها باستغراب هو المفروض يكون بيكرهني، هو ليه خايف عليا قوي كده؟ وينزل تشانغ وياخدها في حضنه ويمشوا سوا ويطلعوا بره. وتكون سو هتقع ويرجع لها تشانغ ويقعد جنبها وتبص عليه وتطلع على ظهره وتقول هو اتغير فجأة ليه؟ وتقول له هو انت بتعمل كده ليه؟ فيقول لها لو مسكتيش هنزلك. ويمشوا ويرجعوا البيت سوا. وتدخل سو وتقول له انت متأكد ان مفيش حد هنا ممكن يخرج في اي وقت ويطردني بره؟ فيقول لها تعالي امي سافرت بره هي وابي ومفيش حد. فتقول له مش المفروض تكون معاك انت وتاخد بالها منك ليه؟ فهي سافرت وسابتك؟
فيقول لها ان انا ما كنتش هنا، انا كمان انا كنت بشتغل بره بقالي فتره، ويمكن هي كانت متضايقه وهي قاعده في البيت لوحدها. فتقول له وسع خليني اعالجك. فيقول لها سو بتوجع قوي. فتقول له كان لازم تفكر في ده قبل ما تضرب حد. فيقول لها انت ما بتحسيش بالسوء اتجاهي خالص، خليكي فاكره انك مجرد خدامه اشتريتها بفلوسي، عشان كده ابداي تنظيف من دلوقتي واوعي تنامي. ويقوم. فتقول له لما اخلص ديني مش عاوزه اشوفك مره تانية. وتقوم وتنظف في البيت وتنفض البيت كله والكنب وتقعد تريح وتنام. وبعد شويه تيجي في ايد وونغ وتقول له تشانغ انا عاوزه اتطلق منك عشان انا بحب وونغ. ويضحكوا لبعض. فيتضايق تشانغ ويقوم يضربه. فتضربه سو تقول له ان انا مش هسمح لك تاذيه. فيقول لها تعملي فيا كده عشانه. ويصحى هنا تشانغ من النوم وهو مفزوع من الحلم الغريب ده. ويقوم يطمن على سو يلاقيها نايمه بره. وفي الوقت ده تروح لين المستشفى للجد عشان تتخلص منها قبل ما تصحى، والحقيقه تتكشف ويبان المساعد اللي شافها وهي داخله، ويتصل بتشانغ ويبلغه. وهي تدخل تفصل عن الجده الاجهزه وتحقن المحلول، ويبان ان تشانغ وسو شايفين الكاميرات. وتتصدم سو وتحاول ان هي تدخل تلحق الجده، لكن تشانغ بيمنعها ويقول ان احنا محتاجين دليل اقوى. وجوه لين تقول للجده ان انت السبب في اللي انت وصلتي فيه كده. ويدخل هنا المساعد وتشانغ وسو وتخاف لين جدا وتقول له تشانغ انا كنت بطمن على الجده. فيبص لها ويقرب المساعد وياخد الحقنه من على الارض ويشوفها تشانغ ويقول لها بتطمني عليها ولا بتخلصي عليها. فتقرب منه وتقول له تشانغ صدقني. فيبعدها ويدي الحقنه للمساعد ويقول له بلغ فيها. فتقول له تشانغ ارجوك ما تعملش فيا كده. فيقول لها انت ايه، انت ازاي تفكري تاذي الجده؟ فتوطي وتقول له تشانغ انا بحبك من سنين ارجوك سامحني. فيمسكها ويزقها على السرير ويقول لها انك اتهمتي السوب ده وانها اتسجنت بسببك. فتتضايق وتزق وتقوم وتقول انت السبب يا سو، الكل بيحبك، الجده اتخلصت منها لانها ما كانتش عاوزاني بس كانت عاوزاك انت زي ما جين كانت بتحبك كده، بس انا قلت لها ان اخوك هيبعد عنك بسببها. فتتصدم سو تفتكر اللي حصل يوم الحادثه لجين. فتقول لها يعني انت اللي كنتي وراء اللي حصل لجين وانت اللي اتخلصتي من جين؟ فتقول لها اه بس انت حمقاء ما قدرتش تفهمي ان انا كنت حاطه زيت في المكان ده، بس القصد ما كانتش جين في وقتها، كنت انتي. انا كنت عاوزه اتخلص منك انتي بس جين كانت بتحبك وخافت عليكي زي الكل. فتقول لها وانا عملتلك ايه؟ فتقول لها اخدت تشنغ مني. فتتعصب صوت تضربها بالكف وتقول لها انك دمرتي حياتي. فيمسكها تشنغ ويقول لها انك اتخلصتي من اختي ومن جدتي، انت السبب في ان انا ابعد عن زوجتي وعن ابني، انت كنت السبب في كل الشر اللي حاصل وانا هتخلص منك. فيقول لها المساعد سيدي لا، ويقول لي سو انسه سو وقفيه. فتقول هي تستحق ده. وبعدين تخاف على تشانغ وتقول له كفايه وتبعده عنها. ويبعد عنها ويقول للمساعد خدها بعيد ويطلعوا. وتكون سو لسه مصدومه. فيشدها تشانغ في حضنه ويقول لها سو انا اسف، انا بحبك، كل اللي حصل كان سوء فهم مني، خلينا نرجع لبعض تاني. وتعيط سو. وهنا نكون خلصنا احداث الجزء الثاني والاخير من المسلسل. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عاوزين ملخص مسلسل جديد ما تنسوش توصلوا الفيديو الف لايك في اسرع وقت ممكن. وقبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عائلتنا الجميله فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. وبس يا حلوين اسيبكم مع تعليقاتكم الحلوه زيكم واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.